السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو تشوفوني اول مرة، انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين جاتوه الخلاط في 10 دقايق بس. وصفة لذيذة جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة اجيب دول الخلاط زي ما انتم شايفين، وهضيف فيه كوباية لبن. هضيف عليها كمان كوباية سكر بنفس الكوباية. كمان هضيف كوب الا ربع زيت. وهضيف عندي هنا باكت كريم كراميل زي ما انتم شايفين، هضيفه وهخليه طبعا الكراميل عشان نزين بيه الجاتو زي ما احنا شفنا في الفيديو. هضيف البودرة بس. وهبدأ احط الخلاط وابدأ اخلط كل المكونات مع بعضها. وممكن نضيف كمان معلقتين لبن بودرة. وهبدأ اخلط المكونات، هخلطها كويس قوي لحد ما القوام يبقى كريمي معايا. شايفين قوام كريمي بالشكل ده. السكر داب تماما، ما بقاش له اي اثر. شايفين؟ هبدأ اخد كوباية من الكريم كراميل، كريمة الكريم كراميل. هاخد كوباية منها من الخليط ده وهنشيلها في التلاجة علشان طبعا نعمل بيها الكريمة بتاعة الجاتو. دلوقتي هجيب باقي المكونات اللي عندي، هكمل الكيكة بتاعة الجاتو. هضيف بيضتين على الخليط ده بدرجة حرارة الغرفة طبعا. وهضيف كمان معلقة صغيرة فانيليا. وهبدأ اخلط المكونات تاني. طبعا احنا بنخفف القوام ده، شايفين هو ده القوام مناسب. دلوقتي هجيب دقيق وهضيف عليه معلقة، هنخله طبعا الاول، مهم جدا ان احنا ناخد دقيق، كوباية ونص دقيق. وهضيف عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، اي نوع بيكنج باودر متوفر عندي، كيك شيف او بيكنج باودر. وهضيف كمان رشة ملح بسيطة. وهبدأ اضيف عليها باقي الخليط اللي انا عملته في الخلاط. هضيف كمان معلقة كبيرة خل ابيض. وهرجع تاني اقلب في نفس الاتجاه لحد ما الدقيق يختفي تماما. شايفين هو ده القوام المظبوط. هقلب في نفس الاتجاه بحيث ان الدقيق يختفي. وطبعا عندي الصينيه اللي انا هخبز فيها مجهزاها زي ما احنا شايفين، هو ده القوام المناسب. طبعا سخنت ولعت الفرن عشان يسخن. ومجهزه الصينيه دهنتها زبده او زيت المتوفر عندي وبطنتها بدقيق. وهبدا انزل فيها الخليط بتاعنا. هوزعه فيها كويس. وهبدا بالستيك كده او عصايه تنظيف الاسنان، خلية الاسنان دي، هبدا اشيل اي فراغات موجوده في الكيكه. وهدخلها في فرن ساخن طبعا على درجه حراره 180 لمده نص ساعه في الرف الاوسط. ودي كيكه بعد ما خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين. هسيبها طبعا تبرد شويه، سبتها نص ساعه تبرد. وهبدا اعمل فيها ثقوب بالشكل ده. واضيف لها نص كوب حليب.
زي ما احنا شايفين بتتشرب بالحليب. وهبدا اطلع كريمه الكراميل اللي انا حطيتها في الخلاط، حطيتها في التلاجة سوري. هبدا استخدم نصها، اعمل طبقه كده علشان تديها طعم، وهخلي الباقي علشان نضيفه على الكريم شانتيه. وهبدا اوزعها زي ما شفنا. دلوقتي هبدا اعمل طبقه الكريم شانتيه. دلوقتي هضيف 4 معالق كريم شانتيه وعليهم معلقه سكر بودره، لو مش حابين نضيف سكر حسب رغبتنا. وهضيف عليهم كمان تلت كوب لبن حليب، او ممكن نستخدم ميه ساقعه، ميه متلجه. وهبدا اخفقه كويس قوي لحد ما نحصل على القوام الكريمي المطلوب. بالشكل ده. هخفقه كويس جدا. بعد كده عندي هنا معلقتين او نص كوب كريمه الكريم كراميل، هبدا اضيفها عشان تدينا طعم حلو للكريم الكراميل. وهبدا اوزعها، اعمل طبقه تانية فوق الطبقه اللي انا عملتها دي بالشكل ده. هسويها كويس. هبل معلقه ميه وابدا اسوي بيها. او سكينه حلويات المتوفره عندي. وهبدا اجيب الكريم كراميل، كيس الكريم كراميل، وابدا اعمل افضيه على الوش بالشكل كده، بشكل عشوائي. بعد كده هبدا اجيب شوكه او خله اسنان، وهبدا اعمل فيها خطوط بالطول وبالعرض بالشكل ده. عملت شكل جميل زي ما انتم شايفين. وهندخلها التلاجة لمده ساعه. وبعد كده هطلعها اقطعها زي ما احنا شايفين. هنقطعها مستطيلات زي قطع الجاتو. وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا ومش بتاخد وقت. شايفين القطعة بتطلع سليمة زي ما هي بالكريمة اللي عليها. هي وصفة لذيذة جدا وطعمها حلو بجد جدا، هتعجبكم. جربوها، انا متأكدة هتعجبكم جدا. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا، ونشوفكم الفيديو الجاي.